Cattolica? Sì, la Cattolica. Best place in Yeah? the world. Which field you study here? Linguaggio dei media. Linguaggio dei media. bravo. sei italiana o in... Italiano. احنا دلوقتي قدام افضل جامعات اوروبا واكبر جامعة كاثوليكية في العالم واكبر جامعة خاصة في اوروبا، هي جامعة Università Cattolica del Sacro Cuore أو جامعة القلب المقدس الكاثوليكية بميلانو. دي الجامعة اللي درست فيها لمدة سنتين الترجمة، كملت فيها إشراف مشترك. أهلا بيكم. إحنا دلوقتي قدام جامعة القلب المقدس بميلانو، هي أكبر جامعة كاثوليكية في العالم وأكبر جامعة خاصة في أوروبا، ودي الجامعة اللي أنا درست فيها لمدة سنتين. كنت بعمل فيها الماستر في الترجمة إيطالي عربي والعكس تحت إشراف بروف باولو برانكا. حلمك بكرة يكون، خلي طموحك يملى الكون، ذاكر عافر اسعى وخاطر، صعبة الدنيا بلها تقول. في زراعة اتعلمنا كتير وذاكرنا كل المجالات، هندسة حيوان محاصيل تغذية ودواجن نباتات، عزم جديد يسبق وتفكير اتشغالة من غير صوت، يجري في ايدينا كل الخير ونوفر لبلدنا القوت. صدق حلمك بكرة يكون، خلي طموحك يملى الكون، ذاكر عافر اسعى وخاطر، صعبة الدنيا بلها تقول. يا شباب في بداية المشوار أيام وأملكم تلاقوه، والليل السارح في أهلا بيكم. إحنا دلوقتي في جولة داخل جامعة القلب المقدس بميلانو، وهي من أفضل جامعات إيطاليا بل أوروبا. يعني تعتبر جامعة القلب المقدس بميلانو هي أكبر جامعة كاثوليكية في العالم، وهي كمان أكبر جامعة خاصة في أوروبا، جامعة القلب المقدس بميلانو. إن كنت إنسانا حقيقيا عليك أن تقبل التحدي في الحياة، وإن لم تكن فلا مكان لك. أيتها الآلام المتأوهة، لا تقولي ولكن قولي يا الله. دلوقتي داخل القاعات الكبيرة بتاعة الجامعة، جامعة القلب المقدس بميلانو، الجامعة الكاثوليكية. دي قاعة من ضمن القاعات اللي بيتعمل فيها مؤتمرات كبيرة. يعني دي أولا جي 126. ممكن نبص على الجامعة من فوق. زي ما انتم شايفين كده، دي قاعات الجامعة الكاثوليكية أو جامعة القلب المقدس بميلانو. جامعة ميلانو أو جامعة القلب المقدس بميلانو، أنا فزت بمنحة لدراسة الماجستير مرتين، وهي من الجامعات الخاصة، يعني تعتبر أكبر جامعة كاثوليكية في العالم، وأكبر جامعة خاصة في أوروبا. وطبعا هي جامعة غالية جدا، يعني عشان تدرس سواء بقى بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه في جامعة زي جامعة الجامعة الكاثوليكية في ميلانو،
فهتدفع كتير. لكن زي ما انتم شايفين كده مستوى يعني سواء بقى مستوى التعليم او مستوى حتى نظافة الجامعة حاجة يعني روعة. المكان اللي بتيجي تاخد فيه القهوة بتاعتك. احنا كده خرجنا من المبنى اللي فيه القاعات، وده مبنى كده لو انت حابب يعني تقعد كده بره المحاضرات او القاعات، بتيجي تاخد البريك بتاعك زي ما انتم شايفين كده. طبعا الجامعة الكاثوليكية دي كانت دير زي ما انتم شايفين، يعني باين من المبنى بتاعها ان هي كانت دير وبعد كده اتعملت جامعة. ده هنا عشان انتخاب الطلبة. دي من احلى الاماكن اللي بحب اتمشى فيها او اجي اقعد هنا بعد المحاضرات. زي ما انتم شايفين مكان اخضر ومكان روعة. بحب جدا اقعد هنا واتمشى في المكان. حاليا في جامعة القلب المقدس في ميلانو، دلوقتي من يوم 14 ل 15 مايو في انتخابات اتحاد الطلاب في كل الأقسام بتاعة الجامعة. يعني مثلا هنا شينس بانكاريا يعني علوم البنوك أو العلوم المصرفية، في دول المرشحين. فالمفروض ان الطلبة بيختاروا واحد منهم. نفس الكلام هنا في الإيكونومية أو في الاقتصاد. هنا في لتر فيلوسوفيا يعني الآداب والفلسفة. شينس بوليتيكا علوم سياسية. جوريسبرودنسا يعني الحقوق. هنا كمان انتخابات الطلبة في البسيكولوجيا وعلم النفس. شينس لينغويستيكا علوم اللغوية. طبعا هنا جو رائع، تيجي تذاكر براحتك، تقعد هنا تقرا، يعني مكان يفتح نفسك للدراسة ومكان يفتح نفسك للمذاكرة. انت دلوقتي في أكبر جامعة كاثوليكية في العالم وأكبر جامعة خاصة في أوروبا. مكتوب فوق هنا Università Cattolica del Sacro Cuore، يعني الجامعة القلب المقدس الكاثوليكية. دي جامعة القلب المقدس بميلانو، ودي جامعة اتبنت من أكتر من 100 سنة، يعني تقريبا سنة 1920 أو 21. الجامعة دي زي ما قلنا هي أكبر جامعة خاصة في أوروبا ومن أغلى الجامعات في أوروبا، بالظبط زي جامعة بوكوني، هي جامعة خاصة كمان. فدايما بتتنافس جامعة
بوكوني وجامعة القلب المقدس اللي هي أونيفرسيتà Cattolica del Sacro Cuore، من ضمن الجامعات الخاصة في أوروبا، وتعتبر جامعة القلب المقدس بميلانو هي من أغلى الجامعات الخاصة في ميلانو هنا. لكن طبعا مستوى التعليم عالي جدا، وتعتبر من أفضل الجامعات في أوروبا، وأول وأكبر جامعة كاثوليكية في العالم. Success is not a coincidence. It is the result of hard work. Every effort you take is paving the way for your future. Believe in your dreams and fight for them. Even when facing difficulties, you must face them with courage. Keep taking action and maintain a positive mindset. Your perseverance will lead you to a brilliant tomorrow. يعني كان حلم من ضمن أحلامي إن أنا أجي إيطاليا، أدرس في إيطاليا، أقوي اللغة الإيطالية بتاعتي. أنا خريج جامعة عين شمس كلية الألسن، وزي ما أنا أؤمن كده إن الأحلام بتتحقق، مفيش حاجة اسمها يعني مستحيل. لو أنت يعني مصمم على حاجة أو عندك حلم وحابب إن هو يتنفذ، لو أنت مشيت وراه وتابعته بس بجد واجتهاد هتحققه. فيعني أنا دلوقتي الحلم بتاعي اتحقق بقى واقع، وأنا اوريدي يعني جوه أفضل يعني جامعة في أوروبا، وأكبر جامعة كاثوليكية في العالم، ومن أفضل الجامعات في أوروبا في التعليم، يعني واخدة ريت عالي. جامعة القلب المقدس بميلانو. فأنا دلوقتي الحلم اتحقق، وأنا اوريدي موجود جوه أكبر جامعة كاثوليكية في العالم، ومن أفضل الجامعات في أوروبا هي الجامعة الكاثوليكية أو جامعة القلب المقدس. دي حاجات موجودة في الجامعة من أيام ما كانت دير. ممكن كمان نشوف، ممكن نطلع جوه نشوف قاعة من ضمن القاعات الكبيرة اللي موجودة في الجامعة الكاثوليكية. يلا بينا. احنا دلوقتي في أكبر قاعة في قاعات جامعة القلب المقدس بميلانو. زي ما انتم شايفين كده القاعة كبيرة جدا، وورايا دلوقتي في احتفال، بيجهزوا لي احتفال. وادي السقف زي ما شفنا هو منقوش بصور دينية زي ما انتم شايفين كده. من أكبر قاعات جامعة القلب المقدس بميلانو. احنا دلوقتي خارجين من جامعة القلب المقدس بميلانو بعد ما شفنا أفضل جامعة خاصة في أوروبا وأكبر جامعة كاثوليكية في العالم. هي دي جامعة القلب المقدس بميلانو. احنا دلوقتي خلصنا جولتنا في الجامعة الكاثوليكية بميلانو أو جامعة القلب المقدس بميلانو، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم.